السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد النهاردة مع إيرين. زي ما احنا شايفين ده جيب تايجر، وبعدين عملته فستان. رفعت الجيب لحد فوق، وبعد كده استخدمت الجيب فستان. شايفين حولته بقى شكله رائع، ولبست هنا حزام. هنا هتلبسها كبلوزة، يعني عملت الجيب عملته فستان وبلوزة من جيب. شايفين استخدمت الجيبة، عملت بيها 3 حاجات مختلفة. شايفين عملتها بلوزة، يعني ممكن تلبسها مرة بلوزة، مرة فستان، مرة جيب زي ما احنا شايفين بالظبط. هنا حطيت ده عقد، ودي الحلية على شكل وردة. شايفين هنا ده كمان هنشوف هتعمل ايه. هنا ده قميص او بلوزة ستان، او شايفين جابت اللي ورا قدام واللي ورا، وبعدين زررت الزراير زي ما احنا شايفين من ورا، يعني عكست البلوزة. وبعدين جابت الكمام وضفرتها مع بعضها وعملت بيها الرقبة. شايفين هنا ده الزيادة بتاعت البلوزة. برضو هنا كشكشتها بالاستيك الفلوس، وبعدين فتحت الكشكشة عن بعضها فبتدينا الشكل الرائع ده. هنا حطت بروش في النص. شايفين استخدمت البلوزة سواري، يعني بلوزة ستان عادية جدا تمشي في اي وقت. استخدمتها هي بلوزة سواري. شايفين ده هنا إشارب، وبعدين جابت الحرفين مع بعض وربطتهم الحرفين التانيين زي ما احنا شايفين. هنا دول 2 إشارب بنفس الشكل والمقاس. وبرضو هنا بتلم الجزء الأمامي عشان تعمل على قد ال الفستان، على قد الجسم، وبعدين بتلم الجزء الأمامي. شايفين هنا عملت من طرحتين أو إشاربين فستان شكله رائع. هنا ده فستان بحمالات نبيتي، ودي بلوزة نفس لون الفستان. هنشوف هتستخدم ايه. هنا جابت حرف البلوزة، وبعدين كشكشتها زي ما احنا شايفين، وبعدين كشكشتها كده، وبعد كده يعني هنا عملت فستان كامل بكم. شايفين فكرة رائعة بجد. لو أي حد عنده فستان وحابب يعمل عليه يداري الكمام بتاعته، يشتغل بالطريقة دي أو يعمل الفكرة الرائعة دي. شايفين الجمال. هنا دي بلوزة عادية، هي نظامها واسع، ممكن تحطيها جوه البنطلون. لا، بتقولك الفكرة مش صح. هنا دي غويشة خدتها من ايدها، وبعدين عملت الزراير، عملت الشكل ده في البلوزة من غوايش الايد. شايفين هنا برضو عملت كذا شكل للبلوزة، وغيرت برضو في شكل البلوزة تماما. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. هنا ده طرحة شيفون. هنا الطرحة 70 في 200، ده مقاس الطرحة اللي تستخدمها.
شايفين عملت الطرحة عملتها ازاي؟ لا، فكرة رائعة بجد. وهنا قفلت بالبروش. عملت بلوزة سواريه من إشارب. وهنا قفلت الإشارب، ربطته وحطت فيه دبوس. هنا كأنها في صحراء ومش عارفة تعمل ايه. طبعا فرشت الملاية، وبعدين لا كمان بتديك إيحاء ان هي فعلا في صحراء والهواء. شايفين وغيرت الهدوم او على البلاج. موقف حلو قوي. لا، هنا على البلاج مش في الصحراء. طبعا لبست المايو. كل ده طبعا ديكور مش حقيقة. هي بتوحي ان هي على البلاج. بجد رائعة. وهنا زي ما احنا شايفين دي بلوزة برضو واسعة. هنا لمت الكم، غيرت في شكلها وفي شكل الكم بتاعها. شايفين عملت شكل الكم، والكم الثاني هتعمل فيه نفس اللي عملته. هنا ده برضو دبوس. شايفين شكل البلوزة بقى رائع وشكله جديد. هنا برضو لمست الوسع بتاع البلوزة، لميته على بعضه وبرضو بالدبوس وحطته وقفلت بيه، فده شكل رائع. شايفين الجمال. هنا ده إشاربين، إشارب شيفون. شايفة جابت الإشارب، شبكة الإشارب في شرب تاني. وهنا هتعمل بلوزة. وبعدين جابت الإشارب التاني اللي شبكته في الإشارب الأولاني. هنا بتقفل وعملت هنا بلوزة. وده الجزء التاني. شايفين الجمال والروعة. بلوزة سواريه من إشاربين. هنا ده دي قطعة قماش زي ما احنا شايفين. ودي غويشة قلعتها من ايديها، وبعدين شبكتها بالدبوس قفلتها. وهنا بتقفل برضو نفس الناحية التانية برضو بدبوس. زي ما احنا شايفين هنا برضو بتاخد وتقفل من تحت الإبط. سوري اتلخبط. هنا كمان بتلم الزيادة زي ما احنا شايفين. شايفين عملت ايه. عملت فستان شكله رائع من الغويشة. هنا دي برضو قطعة قماش. شايفين دخلت كمها منين، وبعدين جابت الحرفين على بعض، وبعد كده قفلت لمته بالاستيك.
زي ما احنا شايفين لمت وهنا برضو قفلته زي ما احنا شايفين بدبوس. شكله بقى رائع. اللون الأحمر على إيرين تحفة. وبكده يبقى الفيديو بتاعنا انتهى، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.